السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بينا النهاردة نجهز مع بعض القلقاس بالسلق على شوربة الفراخ. جبت كمية من الفراخ وسلقتها. بعد كده هشيلها بعد ما استوت. هجيب بصلاية، هبدأ أضيف عليها رشة من الفلفل الأسود والكمون. هنزلها على الشوربة أول ما تاخد غلوتين يا جماعة، والريحة كده تلاقيها قلب المطبخ. هنزل معايا بالقلقاس اللي احنا مفرزينه. هنا كنت بشيل الليمونة اللي احنا كنا عصرنا عليه، كنت محتفظة بيها طبعا مع القلقاس بتاعي لغاية ما يستوي. بعد كده هبدأ أنزل عليه السلق. هنا طماطم كنت أنا جايباها وعاملاها صلصة بالطريقة المعتادة بتاعتنا. الطماطم بجيبها وبغسلها وأقطعها وأرش عليها رشة ملح ورشة سكر ورشة من ملح الليمون. بعد كده بضربها في الخلاط وبصفيها، وببدأ إن أنا أديلها غلوتين وبحتفظ بيها كده في الأكياس. تنفعني الأكلات كتير. هوريكم كمان أنا بعد كده هطبخ بقى رز بالشعرية، وفي كمان رز أبيض هطبخه. وهنا السلق بتاعي بجيبه وبغسله، بعد كده بحمره في مادة دهنية وبضيف عليها التوم. لما بيتحمر خالص معايا بضربه في الخلاط وبحتفظ بيه في الأكياس. بعد كده يا جماعة هطلع الكيس بتاع السلق وببدأ أضيفه على الشوربة، وكده بقى تمام. القلقاس بالسلق عندي تمام، وادي الرز الأبيض كمان اللي طبخته، وعملت صينية فراخ كمان مشوية. جزء هياكل القلقاس بالسلق مع رز بالشعرية وفراخ محمرة، وجزء هياكل الفراخ وهي معمولة صينية بالبصل. أتمنى النهاردة الطريقة تكون عجبتكم وفيديو يكون مفيد ليكم. وده شكل غدانا النهاردة وأكلنا، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة. ما تنسونيش في اللايك. في رعاية الله.